لما عملت الفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت عن السحر اللي اتعمل لأجمل الممثلات المصريات، وكانت من ضمنهم الفنانة الراحلة أيقونة الجمال مديحة كامل، والسحر اللي اتعمل لها بالنزيف اللي استمر معاها لمدة 10 سنين متواصل، وراحت ولفت دكاترة في مصر ودول أجنبية ودول عربية مع الأشعة والتحاليل، ولا حد عرف ايه السبب. وكانت حالتها بتسوء من سيء لأسوأ لحد ما اكتشفت بالصدفة السحر معمول لها تحت سرير بيتها، لانها كانت بتعمل حفلات وعلى طول بيتها مفتوح، وحتى كل الغرف مفتوحة بدون اي مانع ان اي حد يخشها. كان معتبرة بيتها للكل ودول اخواتها، بس للأسف مفيش امان. وكان في خلافات بينها وما بين ممثلة مشهورة جدا، حتى في ناس كتيرة قالوا ان ولمحوا ان اللي عمل لها السحر دوت هي الفنانة مشهورة جدا، وكتبوا رموز من اول حروف من حروفها، وهي في ناس كتبوا نون عين. ناس كتيرة جدا لمحوا وقالوا ممكن تكون الفنانة نبيلة عبيد، ما هي الخيالات بقى هتوسع. وخصوصا ان مثلوا مع بعض، بس للعلم الفنانة نبيلة عبيد ما مثلتش مع مديحة كامل غير فيلم واحد، وفي ناس قالوا اسماء تانية، حتى في ناس ذكروا الفنانة سهير رمزي، لان كان في خلافات ما بين الفنانة سهير رمزي ومديحة كامل، وان في ناس وقعوا ما بينهم، كان صحفي وهنا قال لها كلام وهنا قال لها كلام، وكان في خلافات شديدة جدا ما بينهم. فوارد جدا في المجال ده يحصل خلافات بس مين دي اللي عملت لها السحر والعمل؟ وخصوصا للي ما يعرفش ان هي عرفت ان ده سحر بالنزيف، وفعلا لقت الورقة مكتوب فيها: يا مديحة يا بنت كذا، يسري فيك الماء الدم كما يسري الماء الجاري. حسبي الله ونعم الوكيل. ان الجملة مرعبة حرفيا، ولقيت في ظهر الورقة طلاسم وواحدة مرسومة وفي أماكن معينة زي فيها خروم وفيها زي شكل الدم وكده، وإن فعلا هي دي نفس الأماكن اللي كان في جسم الفنانة الراحلة، وكانت بتنزف منها بشكل متواصل وما بيوقفش أبدا. للي ما شافش الفيديو يشوفه في القناة عندي. بس الناس اللي بتلمح لأسماء كتيرة الله أعلم مين اللي عمل كده. في ناس هيقولك مفيش حاجة اسمها سحر بيؤدي للوفاة والموت، لا يا جماعة، في وحصلت، وأنا شخصيا أعرف حد كان قريب جدا مني جدا جدا واتعمل له سحر، نفس السحر اللي اتعمل للفنانة مديحة كامل، وكان السبب في وفاتها، وراحت على دكاترة وكده. والله العظيم يا جماعة، والله والله القصة اللي أنا بقولها دي 100% حق، وانا مش بقول كده من كلام فاضي، لا ده قصة انا اعرفها كويس جدا لناس قريبة مني جدا جدا جدا. فمحدش يقول لا محصلش وكده. تعددت الاسباب والموت واحد، الموت واحد او بامر ربنا، بس في اسبابه، وده كان من ضمن الاسباب. حسب الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. هم اللي بيروحوا للصحراء والدجالين مش عاوزين كده بيبقوا خرجوا من دين الاسلام وبيبقوا كفروا. يعني في ايه انتوا بتستفادوا ايه لما تيجوا بتأذوا حد، ولا بتعملوا حد وتعملوا له بوقف الحال، ولا انه ما يتجوزش، ولا انه يموت، ولا بالمرض، ولا انت بتأذي ايه؟ بتأذي هو ولا بتأذي نفسك في الدنيا والآخرة؟ انت يوم القيامة ولا حتى في قبرك، انت يا عم انت مش متخيل كده لحظة الحساب هتعمل ايه؟ هتقول اصل انتقامك وشطانك اللي عميك في الدنيا ده عادي، فانت بتعمل كده وكفر ويلا، فشيطانك عماك للدرجة دي. طب ما فكرتش لحظة كده وانت في قبرك هتقول ايه لما تتحاسب؟ طب لما يوم القيامة هيبقى ايه جوابك؟ عادي وحسابك عادي. لو فكرتوا لحظة مش هتعملوا كده أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي، وادعوا بالرحمة لكل موتانا جميعا. الفنانة الراحلة المحترمة بشهادة الجميع الفنانة مديحة كامل، الله يرحمها ويأذي كل مؤذي ويهدي كل عاصي وغافل.